ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ هنتكلم في الفيديو ده على فيلم هافوك. الفيلم بيحكي عن صفقه مخدرات بتبوظ خالص، وبسببها بيموت زعيم عصابه خطيره جدا، وبتورط في الموضوع ده ابن سياسي فاسد اللي بيكلف ووكر اللي هو توم هاردي، وده ظابط فاسد كان بيشتغل لحسابه بس عايز يتوب، بيكلف ان هو يلاقي ابنه ويحميه قصاد ان دي تكون اخر عمليه ليه، وتتابع الاحداث. الفيلم تاليف واخراج جاريث ايفنز اللي عمل افلام ذا ريد اللي هي افلام اكشن ملحميه، ولو انت ما شفتش الافلام دي انت فايتك كتير جدا لو انت من عشاق الاكشن فعلا. وده كان السبب الاساسي اللي مخليني عايز اشوف الفيلم ده، بس برضه كنت متاكد ان الفيلم هيكون مش حلو لان الفيلم انتاج نتفليكس وفيلم امريكي، وافلام ذا ريد دي افلام اندونيسيه اصلا. فعارف انت لما يبقى فيلم امريكي وكمان انتاج نتفليكس يحاول يعمل حاجه بتعملها افلام من بلاد تانية، وفي الغالب بتبوظ الحاجات عشان بيبقى الفيلم بيقلب فيلم هوليوودي بزياده، وبالذات الفيلم ده انتاج نتفليكس اصلا ليه افلامها في احسن الاحوال بتكون متوسطه الا بعض الاستثناءات القليله جدا يعني. فانا كنت عايز اشوف الفيلم بس ما كنتش مستني اي حاجه. واللي فاجئني في الموضوع بالنسبه لفيلم نتفليكس بيحاول يقلد النوعيه دي من الافلام اللي هي تقدر تقول عليها افلام الاكشن الفضائي، اللي هي في الغالب هتكون بتتكلم عن فساد، وهيكون فيها حرب بين عصابتين، والعصابه الرئيسيه هيكون جواها اطراف جوه العصابه تقدر تقول عليها صاب عصابه. المجموعات الصغيره دي هيكونوا بيحاولوا ان هم يوقعوا العصابه الرئيسيه نفسها، وفي الغالب برضه هيكون في شخص كويس في النص هو اللي وقع في الاحداث دي. وتقريبا بيكون كل ابطال القصه كل الشخصيات اللي في القصه اعداء، والاحداث بتقعد تبني لحد نص الفيلم اللي بيجي في الاكشن كله، وحرفيا بيبقى كل فيلم عدو بعضه، فكل فيلم بيحاول يقتل في بعضه. وطبعا في الاخر بتكون القصه مجرد عذره واي حاجه تمشي الفيلم لحد ما تيجي مشاهد الاكشن في اوقات معينه بتكون معموله بشكل حلو جدا زي ذا ريد، بالذات الجزء الثاني، لان الجزء الثاني هو اللي فعلا كان فيلم كبير قوي وكان فيه اطراف كتير قوي كلهم عضاء بعض والقصه دي يعني. في اوقات تانية بتكون القصه معموله عشان خاطر تمشي الفيلم من الاخر لحد ما يجي الاكشن، زي مثلا من عدد من الافلام برضه ذا نايت كامز فور اس او ذا شيت ستريز اللي كان نازل السنه اللي فاتت. وبقى بالنسبه لفيلم هافوك اللي انت بتقعد النص الاول فعلا فيه مستني القصه انها تقعد توري لك الاحداث والشخصيات وكل بقى التفاصيل دي لحد ما يجي النص الثاني، انت بتعاني في النص الاول لحد ما يجي الاكشن بقى في النص الثاني، بس برضه انا بتفرج لقيت نفسي مش متضايق، بالعكس ممكن انا كنت مشدود شويه. يمكن عشان بحب النوعيه دي من القصص، يمكن عشان انا عارف ان لسه الاكشن هيجي في النص الثاني، يمكن عشان كانت التوقعات قليله جدا جدا، فاللي هو اي حاجه كنت هشوفها كنت هستمتع بيها، ولقيت فعلا الموضوع شغال. بالنسبه لتوقعاتي طبعا مفيش جدال ان الاحداث كانت غير منطقيه، حاجات كتير كانت غير منطقيه بتحصل، وفي حاجات محطوطه عارف اللي هي موجوده عشان خاطر لازم القصه دي تبقى كده، عارف لو مثلا لازم الشخص ده يبقى ليه حد خايف عليه مثلا، يعني لازم الشخص ده يبقى دي الباك ستوري بتاعته عشان خاطر تكمل احداث الفيلم. يعني هي معموله اللي هو مش ده فيلم اكشن والقصه فيها كذا كذا لازم ده يحصل من غير اي منطق، بس بقى لازم تحط باك ستوري الشخصيه عشان خاطر تتاثر بيها وخلاص. وفي برضه احساس كبير جدا ان الفيلم مزحوم ومضغوط قوي، والفكره دي بقى مش في نص الفيلم او لا، ده على مدار الفيلم كله هو الفيلم مضغوط. الفيلم مليان احداث وتفاصيل، او بلاش احداث بس مليان تفاصيل كتير واطراف كتير وعداوات كتير عماله تتكون واشرار كتير وناس عماله تحارب في النص، وشويه تفاصيل ممكن تشيل نصها مش هتاثر في القصه خالص. بس الفيلم نفسه مضغوط، مده الفيلم تعتبر قصيره بالنسبه لاحداث الفيلم، لما تشيل التراب بتاعته باين بيوصل له للساعه ونص تقريبا في الاخر، فالمده اصلا مش مستوعبه كم الشخصيات وكم الاحداث دي. وبرضه حاجه ثانيه، النوعيه دي من الافلام في الغالب بتكون القصه حتى لو فيها الاشخاص كتير والاطراف كتير والزحمه دي كلها بتكون مدتها اطول من كده، يعني يمكن يكون اقل فيلم من النوعيه دي كان بيوصل مثلا لساعتين لو هنتكلم عن فيلم حلو، وكانوا بيوصلوا لساعتين ونص اللي اصلا تعتبر مده طويله بالنسبه لفيلم اكشن، فما بالك هنا انت بتتكلم عن ساعه ونص. بس برضه كان مساعد ان الموضوع يبقى على الاقل شغال في النص الاول. التمثيل، انت عندك ممثلين زي تيموثي اوليفانت وفورست ويتكر وتوم هاردي، ومش معنى كده ان الفيلم فيه لقطات تمثيليه رهيبه يعني او حاجه، بس هم نفسهم ممثلين كويسين على الاقل بالنسبه لنوعيه الفيلم يعني، خصوصا يعني ده من نوعيه الافلام اللي اخر حاجه هتبص فيها اصلا هو التمثيل. باقي التمثيل كان شغال، مفيش حاجه ملحوظه ولا حاجه مش ملحوظه، اللي هو العادي، بس دول يعني كانوا يمكن عشان هم موهبتهم كانت هي اللي كويسه مش عشان خاطر الفيلم يعني او حاجه. من الاخر كده كان مخليني مكمل، واللي هو تمام بالرغم ان في مشاكل بس شغال مكمل عايز اشوف ايه اللي هيحصل، ان انا حاسس بروح الافلام دي. طبعا تحس بتدخلات نتفليكس، وطبعا ملحوظ قوي ان ده فيلم امريكي، بس المود العام بتاع الافلام دي كنت حاسس بيه. انا كنت حاسس ان ده الفيلم لنفس المخرج اللي عمل افلام ذا ريد، طبعا وان كان اقل بكتير يعني ده موضوع تاني، نفس الستايل كده، خصوصا برضو ان الافلام دي بتروح كده لحته اكستريم شويه بالذات لما بتيجي على الاكشن، في العادي ما تشوفهاش يعني في افلام امريكيه. وبرضو الفيلم ده مش بيروح لحته الاكستريم زي الافلام دي يعني او حاجه، بس يعني في اكستريم موجود في الفيلم ده بالذات لما تخش على الاكشن، واللي هو بقى النص الثاني من الفيلم. انت استنيت النص الاول استحملت اللي حصل ده، هشوف بقى كل الاكشن في النص الثاني. النص الثاني حرفيا يعتبر اكشن فيه هو نون ستوب، مع ان هم يعتبروا مشهدين او 3 مشاهد بس كانوا مشهدين طوال ومشهد في النص اللي هو ماشي حاله يعني عشان خاطر تكمل احداثه وخلاص. والاكشن طبعا عشان خاطر فيه اطراف كتير جدا في الفيلم فكلهم بيتجمعوا مع بعض، فالاكشن بيوصل لمرحله فوضويه غريبه جدا. الفيلم بيوصل لمرحله جنونيه بالذات في الثلث الاخير، بس بتنفذها بشكل حلو، متهندله بشكل حلو بالنسبه للفوضى اللي موجوده، وبرده تاني بالنسبه ان هو فيلم امريكي.
طبعا برضو لو انت شفت نوعيه من الافلام الاكشن ده مش هيكون زي الافلام دي خالص. يعني اول حاجه اصلا ابسط حاجه ان الناس اللي في الافلام دي بيكونوا اصلا مقاتلين محترفين وبيبقوا ناس متدربه وبتاع، عشان كده بتلاقي الافلام دي دايما افلام مارشال ارتس. هنا طبعا اكيد انت مش مستني توم هارتي يروح يعمل حركتين مارشال ارتس ويقعد يتدرب فنون قتال وبتاع، ومهما عملها مش هيلاقي فيها اصلا. بس برضه في الافلام دي غير مشاهد القتالات نفسها، فبيكون النوعيه بقى تانية من المشاهد اللي هي بيكون فيها تلات ارباع اطراف الفيلم او تلات ارباع الشخصيات بتوع القصه كلهم معاهم اسلحه والذاكره بتاعتها ما بتخلصش، والشخص ما ينفعش يتقتل بطلقه واحده، لازم ياخد له 4 5 6 7 طلقات عشان خاطر يموت، والدم اللي بيقعد يطرطش بطريقه مبالغه فيها جدا. وطبعا الاكشن بيكون اوفر جدا في المشاهد دي. ولو انت ما تحبش المشاهد الاكشن الاوفر او الناس كتير او الحاجات الغريبه اللي بتحصل ليها وما تحبش الاكشن يوصل لمرحله الجنونيه اللي من الاخر تقول عليها هبله يعني مالهاش علاقه بالواقع، مش متصدقه خالص، فلا ما تشوفش الفيلم ده ولا تشوف حتى اي فيلم اللي انا قلتهم في الاول. بس لو انت بتحب الاكشن الاوفر او ما عندكش مشاكل معاه، ما عندكش مشاكل، مش بتدقق في حته ايه ده الاسلحه الذخيره بتاعتها ما بتخلصش، لا انت عايز تشوف الضرب وخلاص والفوضى اللي بتحصل والمراحل الجنونيه الفيلم بيوصل لها، هتستمتع بالاكشن في الفيلم ده. بس طبعا برضو حتى لو انت ما عندكش مشاكل فالاكشن طالع حلو بس مش باحسن صوره يعني. برضو لو هتقارن بالافلام دي فلا طبعا الافلام دي حتى مشاهد ضرب النار العاديه لا ما فيهاش يعني فنون قتال يعني او حاجه، برضو المشاهد دي بتكون احسن كتير في الافلام الثانيه. بس برضو دي هتتكلم عن فيلم امريكي انتاج نتفليكس فنفس الكلام، هو الموضوع كله متعلق بالتوقعات وقد ايه انت مستني الفيلم ده او قد ايه انت متخيل هتشوف حاجه جامده. وفعلا كمان جدا كيفيه التدخلات حصل. الفيلم ده اصلا كان تقريبا خلصان من سنه 21 ولسه نزل السنه دي، وكان بيقولوا الفيلم ده حصل له ريشوتس كتير جدا. ومن الحاجات اللي انا حاسسها شويه ان الفيلم ده كان اطول من كده، لان زي ما قلت الفيلم مضغوط جدا بالنسبه للحاجات الكتير اللي عمال يحكيها للشخصيات الكتير قوي دي. الاكشن نفسه حلو بس في حاجات غريبه كده برضه بتحصل فيه. يعني اول مشهد اكشن في الفيلم اللي هو في اول فيلم خالص، المطارده اللي حصلت في الاول دي حرفيا مطارده في لعبه، دي مطارده عربيات في لعبه. المطارده تصميمها حلو بس تنفيذها غريب جدا، التصوير بتاعها غريب قوي ما تعرفش اصلا طالع كده ازاي. وحتى برضه بقى مشاهد الاكشن فاكره شويه سي جي اي غريبه كده ما تعرفش هي ليه طالعه بالشكل ده، مش بتوصل لمرحله الفيديو جيمز زي اول مشهد. بس برضه في كده برضه بعض التوهان، في برضه كده بعض القطعات اللي بتحصل في النص تخلي الموضوع مش واضح قوي. بس يعني بالنسبه للفوضى اللي حصلت فيعني اللي انت شايفه بالنسبه لحجم الفوضى اللي بتحصل فهو حلو جدا. بس كمان كان في مشاكل برضه في النص، مع ان الفيلم اصلا كان متصور في اماكن حقيقيه، الفيلم ما كانش متصور في استوديو مش جرين سكرين كده، بالعكس الفيلم كان متصور في لوكيشن حقيقي. ككل فعلا كده تحس كان في مشاكل في البوست برودكشن، تحس لا الفيلم مش ده بالظبط الفيلم اللي كان المفروض يطلع من الاول. واخر حاجه بقى برضه في الافلام دي بتحس كده شويه ان كأن الافلام دي بتدخلك في عالم مختلف، مش عشان خاطر الموضوع غريب او انت ما شفتوش قبل كده، بس يمكن عشان خاطر انت بتشوف الشماليه في الاحداث سواء في العصابات دي نفسها، في تصنيف الاشخاص اللي فيها، في مشاهد الاكشن، ويمكن برضه عشان العالم نفسه اللي بيدور فيه احداث الفيلم. يعني الافلام دي كلها افلام اندونيسيه، فالاماكن اللي بيصور فيها اماكن مش مألوفه ليه. يعني مثلا لو هتتكلم على افلام اكشن مصريه مثلا، يعني لو اي فيلم مصري انت خلاص عارف العالم اللي بيدور فيه الفيلم، ان انت عارف الاماكن دي. لو انت بتتفرج على افلام اكشن هوليوديه هتحس ان الموضوع مألوف لان خلاص الاماكن هتكون شفتها في كذا فيلم قبل كده. انما برضه في الافلام دي بتحس ان الاماكن بتساعدك ان انت كانك بتدخل في عالم مختلف عشان الموضوع جديد عليك، الاماكن مش معتاده يعني. مع ان المفروض الفيلم ده بيتصور في امريكا عادي، لان فعلا المكان نفسه كان غريب، تصميم المكان نفسه كان مختلف، تحس انه كان رايح كده سنه لتصميم افلام الكوميك بوكس، تحسه كان مدي شويه كده، بالذات لما تيجي تشوف المشاهد الخارجيه تحسها مديها شويه كده على سين سيتي بس ملون عادي مش ابيض واسود. بس برضه حتى بديت تحس ان كان في سي جي اي غريبه كده تخلي الموضوع كانه كرتوني اكتر من ما هو حاجه كده شبه سين سيتي. وده برضه اللي ممكن يكون بسبب انتاج نتفليكس، تحس انه فيلم لو بادجت، تحس الفيلم كان بيحاول يعمل كذا حاجه، كان بيحاول يبقى فيلم اكشن يدخلك في عالم مختلف وكده ويدخلك كده اكتر سنه كانه ستايل افلام الكوميكس اكتر، بس البادجت ما سمحش مع تدخلات الشركه. هو في حاجه غلط حصلت في الفيلم ده اكيد، وحاجات كمان مش حاجه واحده يعني. بس بالنسبه لي كنت خايف منه او بالنسبه لي كنت متوقعه الفيلم كان كويس. زي ما قلت حسيت فعلا بروح الافلام دي، حسيت ان انا اتفرجت على فيلم لذيذ مختلف شويه حتى لو مش احسن حاجه خالص يعني. ولو الفيلم ده يعتبر هو النسخه الامريكيه من الافلام دي بالذات كتجربه اولى، يعني تقريبا ده اول فيلم امريكي ينزل يكون بطابع الافلام دي يعني، فهو شغال مش وحش خالص. تاني برضه لما تاخد بالك ان ده فيلم نتفليكس وبرضه فيلم امريكي، هم دايما بيعملوا نهايات هوليوديه والستايل بتاعهم ما بيروحش دايما الستايل الحاجات اللي بيحاولوا يقلدوها، برغم انها بتكون حاجات احلى في بعض الاوقات لما تتكلم بالذات على افلام اجنبيه يعني. الخلاصه لو انت حابب النوعيه دي من الافلام او عايز تشوف فيلم من النوعيه دي، لا ابدا الاول بافلام ذا ريد. خلصت ذا ريد اتفرج على ذا كامز فورس، خلصت ده شوف برضه اول ذا شادو ستريز قبل الفيلم ده. خلصت بقى كل دول خلاص ما جاتش على هافوك لو انت عجبك الستايل ده عموما ما جاتش على الفيلم ده. ولو انت اوريدي عارف الافلام دي وعايز تشوف الفيلم ده برضه يعني جرب مش هتخسر حاجه، بس في الجميع حاول تخلي توقعاتك قليله جدا جدا، دي الحاجه اللي هتخليك تستمتع بالفيلم ده. وهديله 7 من 10، واللي انا بقولها بنفسي هو كتير على الفيلم ده، بس هو برضه عشان التوقعات اللي انا كنت حاططها. وبس كده كمان كله على فيلم هافوك. انتوا شفتوا الفيلم ولا لسه شفتوه؟ اكتبوا في الكومنتات لو ما شفتوش او اتفرجوا عليه مش هتخسروا حاجه. بس لو انتوا عندكم مشاكل مع الدم، هو الدم هنا مش بيوصل لمرحله لدرجه ان انت تقرف منه، بس يعني لو عندك مشاكل مع الدم مش هيبقى حلو لان الفيلم مليان دم في النص التاني، وان كان شكله مضحك اكتر من اي حاجه تانيه اصلا.
فاتفرجوا عليه واكتبوا لكم في الكومنتات. ولو انتوا شفتوا اي فيلم من الافلام اللي كنت بقول عليها في الاول، ايه رايكم في الافلام دي؟ ايه رايكم احسن فيلم فيهم؟ وهل هافوك يقارن اصلا بالافلام دي ولا مقارنه ظالمه جدا للافلام دي كلها بما فيهم هافوك؟ بس انا عارف رايكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وسبسكرايب وشغلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.